وقع الاختيار على مصر من بين 83 دولة لتكون ضيف الشرف بمعرض الخضر والفاكهة الذي يعد أكبر معرض للحاصلات الزراعية التصديرية على مستوى العالم، والذي يقام على مدار 3 أيام بأرض المعارض ببرلين، حيث تم الافتتاح الرسمي للمعرض من الجناح المصري. الاستثمارات ومن خلال المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب من خلال مشروع مليون ونص فدان، لأن بنزود قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي، مش تصدير الفريش والحاجات الخضروات والفواكه الطازجة فقط، لا، وإنما التصنيع الزراعي مهم جدا برضه في التصدير، وإن شاء الله المستقبل بخير لمصر كلها بإذن الله. وقد أكد وزير الزراعة الألماني على سعادته بوجود مصر كضيف شرف المعرض. Ägypten ist ein ganz wichtiges Partnerland, das heute in diesem Jahr bei der Food Logistica das präferierte Land ist und dass wir als ein Schlüsselland für die Entwicklung in ihrer Region sehen und in der Zusammenarbeit rund um das Mittelmeer herum. Das heißt, Europa und Nordafrika und im Kern Ägypten sind zur Zusammenarbeit geradezu prädestiniert. Ich freue mich sehr, dass die politische Entwicklung, die jetzt sich in der letzten Zeit auch unter der Regierung von Präsident al-Sisi ergeben hat, die Zusammenarbeit noch intensivieren wird. يعد معرض الخضر والفاكهة هو أكبر معرض متخصص على مستوى العالم وأكبر سوق تصديرية للحاصلات الزراعية، حيث تشارك فيه مصر بجناح ضخم يضم 90 شركة مصرية من الشركات المصدرة للمنتج الزراعي المصري. يعني ده أمر مشرف جدا جدا لمصر وللحاصلات الزراعية المصرية، للمنتجات المصرية، أمر يدعو للفخر وللشرف أن تشارك مصر بهذه القوة وبهذه الكثافة وبهذه الفعالية. مصر ضيف الشرف هذا العام، عندنا 90 شركة مصرية موجودة. حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ومصر السنة اللي فاتت لغاية شهر نوفمبر، يعني اللي هي آخر إحصاءات متاحة عندنا، مصر صدرت لألمانيا بحوالي 69 مليون يورو. ويحظى المنتج الزراعي المصري بثقة كبيرة في الأسواق الألمانية والدولية. It's very clean, green. We buy from the onions from the desert in Egypt, and we really like the healthy, clean water and the good production system that you have in Egypt. ما أروع أن يتصدر اسم مصر واجهة أشهر بناية بأرض المعارض ببرلين، حيث توجت مصر كضيف شرف في أحد أكبر المعارض الزراعية على مستوى العالم، مما يعكس مدى ثقة ألمانيا في المنتج المصري، حيث تلعب الصادرات المصرية دوراً هاماً في ضخ النقد الأجنبي إلى خزينة الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي المصري. من داخل أرض المعرض، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. ما أروع أن يتصدر اسم مصر واجهة أكبر بناية بأرض المعارض ببرلين، حيث توجت مصر ضيف الشرف في أحد أكبر المعارض الزراعية على مستوى العالم، مما يعكس مدى ثقة الألمان في المنتج المصري، حيث تلعب الصادرات المصرية دوراً هاماً في جذب النقد الأجنبي إلى خزينة الدولة، مما يؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي المصري. إيمان البكري، النيل الأخبار، برلين.